اوعى تدخل البيت ده. انا بقول لك اهو، اللي دخل خرج، بس مش هو. انا كنت شاهد على اغرب وارعب حاجة حصلت في البلد بتاعتنا. لو انت قلبك ضعيف بلاش تكمل. في بيت قديم في البلد بتاعتنا عندنا في الشرقية، بيت من ايام زمان كده، مبني بالطوب الاحمر، متسقع وساكت، تحس انه بيبصلك. البيت ده كان مقفول بقاله اكتر من 20 سنة، مفيش حد بيقرب له، لا كبير ولا صغير. الناس هناك بتقول اللي سكن فيه زمان كان واحد اسمه حمادة المجذوب، اتجنن فجأة، وكان بيقولوا انه بيشوف ناس نايمة جوه الحيطة. من كام سنة راجل طيب اسمه عم مجدي حاله ضاق، وقال خلاص هعيش في بيت العيلة القديم ده بدل الإيجار. كل الناس حاولوا يمنعوه، قالوا له يا عم مجدي البيت ده مش تمام، في حاجة مش طبيعية. بس هو قال كله خرافات، وانا راجل كبير ومش بخاف من الكلام ده. اول اسبوع كان هادي، لكن بعد كده الناس بدأت تسمع خبط غريب من جوه، كل يوم بالليل في نفس الوقت، دبدبة، دب دب دب، كأن حد بيخبط من جوه الحيطة. والأغرب إن عم مجدي اختفى، ما بيخرجش، ما بيصليش زي عوايده، ما بيروحش الدكان ولا بيفتح. حتى أولاده راحوا له البيت ما لقاهوش. واحد من أولاده قرر يفتح البيت، لقاه قاعد في الضلمة، وشه أبيض زي الجير، وعينه سودة سودة قوي، وبيقول له أنا مش مجدي، مجدي تحت، واللي فوق ده مش أنا. ساعة الفجر في اليوم دوت، الناس شموا ريحة غريبة جاية من البيت، ريحة موت ودم. قرروا يكسروا الباب ويدخلوا. دخلوا، لقيوا الهدوم مرمية على الأرض، والحيطان فيها شقوق كأن حد خرج منها. وفجأة باب البيت اتفتح لوحده، وجثة ماشية على رجليها من غير راس، ببطء، لحد ما وقفت قدام الجامع ووقعت. الشيخ ساعتها قال البيت ده فيه كيان، مش جن ولا عفريت، ده بيبدل الأماكن، بياخد روح اللي بيدخل ويحط مكانها نسخة منه. من يومها محدش بيقرب من البيت ده، بس الناس لحد النهاردة بتسمع خبط جاي من جوه الحيطة، وصوت بيقول أنا لسه هنا، رجعوني رجعوني. السؤال بقى، لو حصل ده قدامك، لو شفت جثة ماشية لوحدها من غير راسها، هتجري ولا هتقرب تشوف؟ اكتبلي رأيك في الكومنتات. ولو القصة خوفتك بجد دوس لايك وسبسكرايب، علشان الرعب اللي جاي أفظع بكتير.